هي ليه أمريكا تبعت حاملة طائرات للشرق الأوسط؟ وإيه اللي يخلي الصين وروسيا وألمانيا تطلب من رعاياها يهربوا من إسرائيل فورا؟ هل الحرب خرجت عن السيطرة ولا ده تمهيد لانفجار إقليمي عمره ما حصل قبل كده؟ خليني أقول لك إن اللي بيحصل دلوقتي بين إيران وإسرائيل دخل مرحلة جديدة تماما. إيران بدأت تكثف القصف الصاروخي على إسرائيل، والرد المرة دي مش جاي من إسرائيل بس، لا المرة دي أمريكا دخلت على الخط بقوة. حاملات طيارات ومدمرات نووية بتتحرك دلوقتي حالا ناحية الشرق الأوسط، وده معناه إن في حاجات كبيرة بتتحضر، وإن احتمال التدخل الأمريكي الرسمي بقى قريب جدا، والنقطة دي تحديدا لو حصلت هتقلب موازين الحرب كلها. فخلونا نفهم إيه اللي حصل وإيه اللي جاي وليه التصعيد ده مختلف عن أي مرة قبل كده. بص يا سيدي، من شوية طلع خبر إن ترامب رفض يوقع على البيان الختامي لقمة جي 7، بس الغريب مش بس في الرفض ده، الغريب إن في مصادر بتقول إن السبب الحقيقي وراء الرفض ده والمغادرة السريعة بتاعته هو إن في ضربة إيرانية أصابت منشأة عسكرية حساسة جدا في منطقة بئر السبع، والكلام ده كان داخل إسرائيل. المكان ده ممنوع إن أي حد يقرب منه أو يصوره، وده يأكد لك إن في حاجة كبيرة جدا حصلت. وفي تقارير بتتكلم عن إن في قيادات عسكرية إسرائيلية مهمة جدا اتقتلوا أو اتصابوا في الضربة دي، وعلشان كده ترامب ساب قمة جي 7 في كندا بسرعة وركب طيارته على طول. وده معناه إن اللي حصل كبير جدا والموضوع خارج عن السيطرة. وفي نفس الوقت في تقارير تانية بتقول إن البيان الختامي كان فيه فقرة بتدعو لتهدئة التوتر مع إيران، بس ترامب رفض يوقع عليه علشان الفقرة دي بالذات.